اشوفوا هالقطعة احلاها كيف طالعة عندي. هاي صوت القرشة فيها، واللحم من جوا ابيض ابيض. بروستد نظامي. خطر على بالي اليوم أكلة بروستد، ورجعت لأيام الشام، أيام ما كنا نشتري البروستد النص أو البروستد الكامل. فقلت يلا خلينا اليوم نعمل للمتابعين أكلة بروستد ونخليهم يذوقوا طعمة بعمرهم ما ينسوها، وخاصة القرشة اللي راح تشوفوها. اليوم راح نعمل لكم أكلة بروستد مدللة. خليكن معنا لحتى نشوف كيف قطعنا الدجاجة، ونرجع معاكم ونورجيكم كيف راح نتبلها بمكوناتنا. جيبوا لي دجاجة مثل هاي، شايفين؟ هاي بعدني مو مغسلة أنا، بدي أقطعها وبعدين أغسلها. القطعة هاي أنا ما بحتاجها. طلعوا معي 2 4 6 8. هيك بدي الدجاجة تكون. هلا راح اغسلهم انا على مهلي قطعة قطعة. وبالنسبة للفخاد يا جماعة، في كتير ناس بتعاني من موضوع الفخاد، بس تنقله بتصير تطلع دم معاهم بعد ما ياكلوا ويجوا يفتحوا بتطلع معاهم دم. فانتم مشان تتداركوا هالموضوع هاد، الفخد بتجيبوه من تحت هاي، بس طلعوا العظمة ونطفوا الدم اللي بيكون هون موجود. هيك ما بيعود يطلع معاكم دم وبتستوي مزبوط. وهاي كتير بيعانوا منها ناس، انا كتير بسمع بهذا الشيء. على جنب بنحطهم بعد ما غسلناهم ونظفناهم وشيلنا كل شيء زوايد منهم. المكونات اللي عندي هي بسيطة: راسين توم قشرتهم وهرستهم لانه بدي اخذ نص للتتبيلة ونص رح نعمل فيهم المايونيز. 3 معالق لبن، أنا بحب أحط بتتبيلة الدجاج دائما لبن. معلقتين خردل، أنا بستخدمهم بديل عن الخل. البهارات الناعمة راح استخدمها للتتبيلة. عندي هون معلقة صغيرة بودرة دجاج ماجي، بصل مطحون مجفف، نص معلقة هيل، معلقة ملح طعام، عندي كركم نص معلقة، نص معلقة فلفل أبيض، وعندي هون زنجبيل نص معلقة، وعندي بابريكا حمراء نص معلقة. أنا فضلتها تكون حادة. نضربهم على الخلاط. اللي ما عنده خلاط فينه يستخدم الخفاقة العادية. نص التومات هون، وبنخلي نص لحتى نساوي المايونيز فيه. اللبن هنا هون، الخردل، البهارات كاملة، كوب
من المي. هلا بنصبن على الدجاج. هلا بالنسبة يا جماعة لقديش المدة اللي بتضل محطوطة فيهم التبلة، هلا هو يفضل ينحط أقل شيء يوم كامل، مو مشكلة، بس أنا راح أحطهم ساعة، بيشتغلوا معي ساعة وما بيأثر يعني، لأنه أنا قلت لكم حاط الخردل واللبن بيعوضوني يعني عن الخل، بيعجلوا بالاستواء. هيك شايفين كله راح يشرب من نفس هالتتبيلة هاي وتصير ما أحلاها. عصرت نص ليمونة أنا، راح أضيفه على الخليط. عندي هون شرحتين ليمون كمان بيعطوا طعمه مع. هلا بنحركهم شوي. هلا راح أغطي عليهم وأنيمهم ساعة، أو بعدين نصحيهم أو نرجع نكمل معكم الوصفة. راح نحضر نحن وياكم المايونيز بطريقتي أنا البسيطة وطيبة وما أحلاها. وأنا يا جماعة مكونات المايونيز عندي كوب حليب بطنجرة مثل هيك تيفال يفضل مشان ما تلزق، 3 معالق نشا. هلا راح تستغربوا انه انا عملتهم بحليب. ايه بحليب، لانه بدي اللون يضل محافظ على البياض الحلو تبع المايونيز. اذا بعملهم بمي بس تتسخن او على السندويشة الشاورما بتلاقوها صارت مثل الصمغ، فما بحبها هيك. انا عملتها بحليب بضل اللون ما احلاه، وهاي يعني هيك أطيب فعلا. أنا جربتها أكثر من مرة ومأطيبة طلعت. هلا بدوبن على الآخر، شغل عليهم النار مثل ما قلت لكم على الوسط، وبضل أحرك لحتى القوام يتقل عندي. هلا مثل ما شايفين جمد عندي القوام وصار القوام المطلوب. هلا راح أنوس على الغاز على الآخر شي وأحركهم هيك شوي، وبعدين أتركهم ليبردوا. شوفوا لي هالقوام ما أحلاه، قوام كريمي فعلا متماسك. وشوفوا لي هاللون. هلا طعمة الحليب كلها ما بتبين، بس احط الثوم والملح ليمون. شايفين هذا المايونيز المضبوط. التومات النص راح افضيهم بالمكسر. بياض بيضة راح احطهم كمان، بخلي الثوم شوي ينعم. وهلا بعد ما تنعم معي الثوم وشايفين صار اللون ابيض، نص معلقة ملح الليمون. راح احط ملح، اي شي بتسووه ذوقوا بيطلع معاكم هيك احسن. هلا برجع بخلطهم شوي كمان وبرجع. هلا بجيب النشا والحليب. طبعا النشا والحليب مثل المحلاية طلعوا، شايفين، بس من دون سكر بدون مستكة. بس صدقوني هلا بس ينخلطوا بيطلع المايونيز عندكم شي بشهي، وانا جربتهم مثل ما حكيت لكم. كلياتهم سوا يصيروا متجانسين. حطيت لهم انا زيت نباتي شوي، ما تكتروا يعني، اقل من ربع كاسه، اقل معلقه تقريبا، معلقه طعام. شوفوا لي هالقوام ما احلى. طلعوا على القوام، والله العظيم طعمه بتجنن. عملوها نفس الطريقه وادعوا لي. كثافه المايونيز انتم بتتحكموا فيها بالنشا مع الحليب. هلا انا حطيت 3 معالق، فيكم تحطوا معلقتين بيطلع شوي مرخي اكثر. انا اعطيتكم الطريقه، انتم بتتحكموا بالطعمه على كيفكم، بالملح الليمون، بالبيض، بالسماكه، بالثوم، انتم بتتحكموا فيه على كيفكم. بس هاي الطريقه ناجحه. ولما تحطوه بقطرميز وتحطوه بالبراد
وترجعوا بدكم تستخدموا راح يكون معاكم شوي جامد، بس تحريكه بالمعلقة برجع ما أحلاه. هلا حضرت الزيت أنا، بدي أشغل عليه على نار شوي عالية، ولازم يكون عندي شبكة مثل هاي يا جماعة. يفضل يكون عندكم شبكة يعني أحسن. البروستد مثل ما بنعرف كلنا بينقلى بشبكة مشان ما يلزق بأرضية الطنجرة. هلا البطاطا جهزتها أنا مشان أقطعها. البطاطا لازم تكون مالحة مثل هالحبة هاي، هيك لازم بدي هاي البطاطا، هاي النوعية هي المالحة. الحلوة ما بتطلع ظابطة لأنه بتلدع وما بتزبط. ولازم يكون عندكم مثل هاي. قطعت البطاطا، بدي أقطعهم بالطول هيك، يعني طريقة سهلة وما بدها أي لبكة. شايفين شوي سماك يكون البطاطات هيك بدها تكون. هاي هي بطاطا البروستد اللي بنعرفها بسوريا. البطاطا قطعتهم مثل ما علمتكم، شوفوا ما أحلى حباتهم. هاي هي بطاطا البروستد المضبوطة. هلا بدي أحطهم أغمرهم مي باردة باردة منيح لبين ما يجي وقت القلي تبعهم. هلا جهزت الطحين أنا، كوبين طحين، حطيت لهم معلقتين نشا، نص معلقة صغيرة فانيلا، هاي اختيارية، وعندي هون شوية مي حاطط فيهم أنا شوية خل وشوية طحين. هلا هون أنا حاط شوية ماجي بالمي، إذا أنتم بتحبوا تحطوا فيكم تحطوا، إذا ما بتحبوا بس مي وشوية طحين بكفي واخفقوهن منيح. جاهز معانا صار الفروج، واخذ والريحة بتجنن والله، واخذ طعمه كتير كتير بتجنن. شايفين ما احلاهن؟ لا بهار ولا شيء لانه خلطنا المي كلها سوا بالخلاط. هلا بنزلهم هون. هلا بنبلش بالصدورة لانه قطعة كبيرة. هلا بدنا نفحص درجة حرارة الزيت. هلا بعده 118. ال 180 لازم يكون درجة حرارة الزيت، لأنه لما بدنا ننزل فيه البروستد الحرارة راح تنزل وتصير تقريبا لل 160 150. نبلش بصدورة الدجاج. بعد ما حطيناها هون شوي بالمي بنرجع باللكة هيك بالطحين. شايفين بتحطوا بكل المناطق اللي فيها شوي كبسولي عليها حتى يلزق الطحين فيها. شايفين ما أحلاها؟ هيك بدها تكون. هاي هي، ما تكتروا عليها طحين، تنفضوها وبتطلع معكم بهالشكل. أهم شي بتخلوا الطحين يوصل لكل مناطق الدجاج. هلا يا جماعة درجة الحرارة على الزيت صارت 180 مثل ما أنا قلت لكم على 180. هلا بننفض. أول شي بنحط الصدورة، مثل ما شايفين. ما بنعبيها للطنجرة، ما بتعبوها تعباية، بتخلوا مجال مشان ما يلزقوا ببعض. هلا الزيت انتبهوا يا جماعة درجة الحرارة 180 حتى ما يفور معاكم. شوي شوي بتنزلوهن شوي شوي، مو دفعة واحدة. انتبهوا من هالناحية. هلا مثل ما شايفين نزلتهم شوي شوي لحتى هيك هديوا، ورجعت نزلتهم دفعة واحدة هيك تمام. هلا انا هون اللي ضلوا عندي ما بحطهم بالطحين غير لحتى اخلص من هاي الوجبة. هيك بيطلعوا تمام وممتاز معي. اخر وجبة بنحط البطاطا، بكون الزيت كمان الطعم. تقريبا عيرت لكم اياها بالوقت. انا اخذوا على درجة الحرارة ال 180 بالبداية، ونزلت رجعت الحرارة لل 160 165. اخذوا معي تقريبا 14 دقيقة بالضبط.
وهلا مثل ما شايفين ليكم احلى هاللون اللي طلع عندي، شايفين يعني شيء والله بجنن. هلا راح اصفيهم شوي، وانا عندي هون جايب مصفاية شبك، حط تحتيها صحن وبنسقطهم فيها. هاي منيحة بتخليهم كمان بتساعد انه يضلوا يقرمشوا وكريسبي. هلا بدي انزلهم فيها انا، وطبعا نستنى على الزيت لحتى يرجع لل 180. هلا بدي ارجع اكمل اللي بقيوا عندي. بتكون صارت الحرارة على 180 مثل ما حكيت لكم. على طحين، شايفين هلا هيك بنرص عليه. سهل الطريقة وسلسة، مثل ما قلت لكم الفخاد مفتوحين من هون، شايفين ما أحلاهم. هيك بستووا معاكم. بنلكن بالطحين، نعمل لهم تنفيضة صغيرة. هاي أول فخد، وهذا الثاني. بننزلهم كمان شوي شوي مثل ما علمتكم حتى ما يطف الزيت معاكم. هلا أخذ هيك، خلص بنترك الشبكة وحاجتهم. ومن جوا أنا متأكد استووا. رح نحطهم هون كمان يتصفوا. هلا وجبة البطاطا يا جماعة بآخر شيء حطيتها، بس أهم شيء تنزلوه على دفعات مشان الزيت ما يطف. هلا أخذت قطعة أنا وبدي أدوق وبدي أسمع أورجيكم صوت القرشة. اسمعوا واحكموا. هاي صوت القرشة فيها، واللحم من جوا أبيض أبيض. شايفين من جوا أبيض أبيض اللحم وما أحلاه. وصوت القرشة مثل ما سمعتكم إياها. والله طعمة خيالية. هلا هيك البروستد معنا صار جاهز، وهيك راح نقدمه مثل ما شايفين. هون الكول سلو، وهون عندكم المايونيز. صحن المخلل اكيد لازم يكون حاضر. وشوفوا لي ما احلى منظر هالبروستد، يعني طعمه والله طيبة طيبة كتير كتير. شوفوا البطاطا ما احلاها. البطاطا هاي هيك بتتاكل يا جماعة. بناخد شقفة من البطاطا، او بناخد من اي مكان بالبروستد، وبنعمل غطة مايونيز، غطة توم مثل هيك. هاي هيك بتتاكل مو بالخبز، بالبطاطا. والله طعمة المايونيز والله دمار. شكرا لدعمكم حبايبي، وعم نكبر فيكم، وبإذن الله رح نوصل للأعلى. كل الحب والاحترام إلكم. تحياتي للجميع.